السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الإخوان والأخوات؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وفي أحسن الأحوال يا ربي الحبيب. اليوم جيت نهضر على الفايد، غنسمعكم بعض لقطات مقتطفات ونرجع معكم. رغم أنها في القرآن ما كايناش. يا ربي الله يهديك السي المعطاوي والله يهديك، ودابا هذا الشواط غادي تاني تشعل لي تاني. وانا قلت لك الله يهديك اصاحبي، ما كاين لا حور عين ولا سيدي 16. ما كاين لا حور عين ولا سيدي 16. ما كاين لا حور عين ولا سيدي 16. كيف ما كتسمعوا معايا الفايد كيقول لك ما كاين لا حور العين ولا سيدي 16، والسيد اللي دار مع استجواب كيقول لي رغم ما كايناش في القرآن. عرفتي فاش كيكون الجهل كارثة. الفايد في العلم ديال التغذية وداك الشيء، ما شاء الله عليه وجزاه الله بخير، وتعلمنا منه الكثير. جزاه الله الخير. ولكن في الدين غنقولوا الفايد بركة وقف، حنت بزاف الحوايج بزاف المغالطات راه كدوزهم، وكاين الناس اللي كيتبعوك وكاين الناس اللي ما قاريينش وغيقدروا يمشيو في هاد الطيار. للاسف بزاف الاحاديث الفايد كينكرهم وما كيعترفش بهم. وحنا عارفين الاحاديث النبويه راه كيتماشاو مع القران، يعني اكيد ناخذوا بهم، اكيد كناخذوا الاحاديث. يعني كيقول لك لا ما كاينش حور العين، وما خا ما كاين، كيقول لك الاخر كيقول لي ما كاينش في القران، كيقول لي لا راه ما كاين، والفايت كيقول لي لا ما كايناش ما كاين 16 ولا ما عرفتش داك التخربيق. لا اله الا الله العلي العظيم، والله لا مشكل وحق الله العظيم. حتى مشكل. حور العين مذكوره في القران شحال من مره مذكوره في القران. في الواقعه كاينه حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذه في الواقعة، يعني كاينة سبحان الله. عرفتي والله العظيم الا الفايد انا ما استغربت، سبحان الله. هذه كاينه في الرحمن، هذه الايه اللي ذكرت لكم دابا، وكاينه ايه اللي غنذكرها لكم كاينه في الواقعه حتى هي وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. هادو جوج ايات اللي ذكرتهم من الرحمن ومن الواقعه، يعني شي حاجه اللي حقيقيه. الانسان اللي ما كانش كيامن بالقران راه ما يمكنش، راه غير مسلم. اللي ما كيامنش بالقران كيامنش بالايات ديالو راه غير مسلم. هذه باش نكونوا واقعيين فيها. الفايد كيقول لك انهم قال لي هذاك الاخر ما كاينينش، راه حتى هذاك الاخر عنده مشكل. انا شخصيا ما نقولش لكم راني حافظه القران، ما نقولش لكم حافظه القران. انا كنشد القران مثلا كنقراه، ولكن فاش كنقراه كندوز مثلا على واحد الايه كترسخ لك في الدماغ ديالك ان راه واخا من بعد ما كتقدريش تحفظيها كامله، فهمتي؟ ما كتقدروش تحفظوها كامله، ولكن كتبقى عندك تقولي راه ربي قال كذا، ما كتقدريش تكمليها، ولكن عارفه المعنى ديالها. يعني عارفه المعنى ديالها، عارفه الله اشنو قصد لك، عارفه ان راه كاين. يعني اي واحد فايت لي واخا غير قرا ماشي غير حفظ، قرا عارف ان هاد الايات كاينين. كيقول ما كاينش الحور العين، قالك حقا، وكاين الناس مشاو في مغالطات، والناس انتحروا على قبل غيمشيو الحور العين وعطاوهم افكار. الاسلام ما عمره عطى افكار ان بنادم غينتحر وغيلقى حور العين. ما عمر الاسلام عطى هذه الافكار نهائيا، لان الانتحار حنا عارفينه حرام، لانك انسان كيقتل النفس، والنفس عطاها لك الله. ما تقربش النفس ديالك، واخا راه عطاها لك الله ديالك ما تقربش ليها، لانه ماشي من حقك تقتلها الا باجل مسمى. هذا الشيء معروف. كيقول عاوتاني على المثليه، ان راه عندهم حق في الحياه، ان الفايد سبحان الله. الا رجعنا للفيديوهات قبل فاش بداو كيبينوا لك الالوان وداك الشيء،
بدا كيقول لنا ردوا البال ديالكم، ردوا البال لوليداتكم، عندكم غيدخلوا لكم هذا الشيء باش الوليدات يولي عندهم داك الشيء عادي. عندك دابا ولا كيقول لك لا عندكم خليو ردوا زعما ما خصكمش تاديوهم، ما خصكمش. ما غنديش ناديوهم، ولكن هذاك الشيء كنستنكروه. حنا كنستنكروه لانه من قوم لوط، وحنا عارفين اشنو عمل الله بقوم لوط. قوم لوط اللي صيفط لهم ملائكة، وكانوا دازوا على إبراهيم وبشروا إبراهيم سبحان الله أن الزوجة ديالو راها حاملة. ومشاو وقلبوا الأرض سبحان الله قلبوها، يعني سافلها رجع الأعلى ديالها، يعني قلبوها سبحان الله العظيم. كتسمع غير الغوات ديالهم. هذا الشيء يعني ما خصناش نقولوا لا راه عادي، لا راه ماشي عادي، راه شي حاجه اللي خايبه، شي حاجه اللي خطيره، شي حاجه اللي خارجه على الفطره. راه كاين ناس غير مسلمين وما عاجبش ليهم الحال، في هذه القضيه. كاين ناس اللي هما غير مسلمين في اوروبا، غير مسلمين، وولدهم بغى يدير داك الشيء وتبراو من ولدهم، ما عجبش ليهم الحال ان ولدهم يرجع بنت. ما تخيلوش، الناس بكاو، ما تخيلوش قالك ان ولدنا واحد النهار يرجع بنت وحنا كنشوفوه ولد، كنشوفوه ذكر. كيفاش يمكن ليه يعمل هذه الاشياء؟ يعني خصنا الانسان يحرص. الفايد انا مع كل احتراماتي لهذا الاستاذ الفايد، مع كل احتراماتي ليه، ولكن في الدين راك وليتي غير كترقع بهذا المفهوم. اسمح لي على هذه الكلمه، ولكن غير كترقع. يعني الدين خصك تخليه في بلاصتو، خليه لاهل الدين. انت ماشي اختصاصك الدين، ماشي اختصاصك. بحال مثلا باللي كتدي مثلا ولدك، تخيل ولدك غتدي عند واحد الميكانيك تقول ليه راه مريض، الميكانيك غيشوفك غيقول لك واش انت نورمال زعما، واش راه دير السيد دير ولدك للطبيب، اولا تدي طوموبيلتك لعند الطبيب شوف ليا مالها. سي صا، راه كل واحد عنده اختصاص ديالو، كل واحد عنده اختصاص. انت عندك كتنجح في هذا الاختصاص، الو خلي عليك الاختصاص الاخر. راه ما يمكنش. خصنا هذا الشيء نفرقوا ما بيناتو، خصنا هذا الشيء نعرفوا. الفايد ولا لدرجه كيتقابل. انا سمعت شي اوديوات ديالو يعني كيعير صراحه. انا ما تخيلتش يوصل لذاك المستوى صراحه، ما تخيلتش يوصل للمستوى لدرجه الزوج ديالي كيقول لي واش هذا الفايد؟ لا ربما شي حد اخر لا تاكدي انه واش هذا الشيء اللي كيقول الفايد واش هو نيت. يعني لدرجه بكثره حبنا ليه ولينا باغي نلقاو ليه شي عذر، باغي نلقاو ليه شي انسكوز، يعني باش نقولوا لا راه ماشي هو. ولكن للاسف راه الفايد للاسف الشديد كيقول لك عاوتاني كيوهموا الناس ان كاين العذاب. بيان سور كاين العذاب، بيان سور، وكاين ايات كثيره. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ربي ما كيظلم حتى حد. يتخيلوا زعما تخيلوهم بحال محكمه، وكاين سميتو راه بحال المحكمه، بحال هذاك الشكل. الملائكه هما الشهود، ورب العالمين هو القاضي اللي لا يظلم عنده احد. لما خديتيش حقك في الدنيا غتاخذه اكيد في الاخره. اكيد اي حاجه. علاش حنا سايبين هنا؟ ولا حنا ما سايبينش في هذه الدنيا. اي حاجه غنتحاسبوا عليها، كلمه غنتحاسبوا عليها. اي حاجه هزينا، اي حاجه خولنا، سرق، درنا اي حاجه غنتحاسبوا عليها. الدنيا ماشي سايبه، ماشي هكاك. شنو عاوتاني اخر يا ربي كيقول لك عاوتاني على الاسراء، وهي الاسراء والمعراج. قال لك لا هذاك الشيء غير خزعبلات. خرج فيديو البارح كيقول لهم لا انا ما قلتش الاسراء والمعراج يعني راها غير خزعبلات، ولكن قلت بالطريقه باش ماما بالطريقه باش تقالت يعني في الحديث ان محمد يعني قال لي دق وقال شكون، وقال لك انا بالطريقه باش تقالت اللي ماشي هي نورمال. ورغم راه حديث وكاينه الصوره سبحان الله فين ذكر الاسراء. يعني كاينه في الاسراء اللي كيقول فيها الله سبحانه وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده. يعني كاين يعني هاد الحوايج، ولكن الفايد ما والله ما فهمت، والله ما فهمت انا الفايده شنو واقع عليه، والله ما فهمت. سبحان الله العلي العظيم. الآية كتقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني هادو بعض الآيات اللي الفايد يعني هو كيقول لك أنا قاري القرآن، يعني الإنسان إلا كون قاري القرآن هاد الشي غيكون عارفه. أنا ما حافظاش القرآن، ولكن دايزة آيات اللي كنقول عليهم دايزة على الإسراء، دايزة على هادي. المهم شكرا لكم الإخوان والأخوات، ما تنسوناش من اللايكات، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم. شكرا، بارك الله فيكم. شكرا لكم على لي كومونتير زوينه. شكرا لكم على البارطاج، شكرا لكم على كل حاجه، كلمه طيبه قلتوها في حقي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ولأول مرة يشوف القناة ديالي يشترك، مرحبا به. بارك الله فيكم، وكنتمناو لينا والفايد الهداية والجميع يا ربي يا ربي تهدينا لما تحبه وترضاه. والله يعني بالخطرات كنقول كيفاش قدر الفايد يعني يوصل لهاد الحوايج، كيفاش قدر يعني ينكر بزاف الاحاديث ويقول هذاك الشيء خزعبلات وهذا الشيء يعني. وعاوتاني في حاجه اخرى كيقول عاوتاني ان الا قلتي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله يعني. المهم بزاف د الحوايج يعني اللي المهم الفايد اللي فات فيهم سبحان الله. شكرا لكم الاخوان، السلام عليكم، بركه لحد هنا، السلام عليكم الخوت.